بسم الله والابن والروح القدس امين. بنقدم للكنيسة الأرثوذكسية والشعب المحب لحياة الآباء القديسين وسير الآباء القديسين سيرة القديس الشهيد أبا كلوج شهيد الفنت. فاشتهرت الفنت بالقديس أبا كلوج، وسيرة القديس ترسم لنا أيقونة حية لحياة الكنيسة، وتكشف عن سر حياة الكنيسة التي لا يحدها مكان ولا يحصرها زمان ولا يطويها تاريخ. في البداية بحب أنوه على أن سيرة القديس أبا كلوج مش مجرد أحداث تاريخية عاشها وعاشتها الكنيسة وانتهت وخلاص، ولكن الروح القدس الذي عمل في القديس والكنيسة في ذلك الزمان ما زال يعمل ويعمل بقوة. فبنختبر كل يوم الكنيسة السماوية المتهللة المعاشة على الأرض وسط الآلام. فعاش القديس الحياة الملائكية وعشق البتولية ومارس التسبيح والترنيم، وانطلقت نفسه من يوم إلى يوم نحو الأبديات. لكن في كل ده لم يتجاهل الواقع العملي اللي كان عايش فيه كإنسان يحمل جسد ويسكن على الأرض بين البشر. عشان كده مارس إيمانه بالأبدية من خلال واقع عملي، سواء في البيت أو في الكنيسة، سواء على منبر وسط تهليلات الشعب أو في الآلامات. عايزين نقول ان سيرة القديس أبا كلوج سيرة حية يستطيع أي إنسان على الأرض يسلك مسلك القديس أبا كلوج، وما زالت المعجزات تحدث، وأهل الفنت جميعا مسلمين ومسيحيين يشهدون بالسيرة الحسنة للقديس أبا كلوج، لأن ما زالت المعجزات بتحدث إلى يومنا هذا. عاش ديوسكورس مع زوجته أفومية في مدينة الفن، وكانوا من أغنياء البلدة، ولم يرزقهم الله بأبناء، فكان كثير الصلاة والطلب في هذا. ولم يبخل عن فعل الخير، فكان كثير العطاء للمحتاج أو للمريض، إلى أن نظر الله لسؤالهما ورزقهما بولد فأسمياه كلوج، ومعناه الخاشع.
هذا الطفل إناء مختار لله ومفرز من بطن أمه لعمل الروح القدس. يا ابو اقعد يا رجاله، اقعد يا رجاله. تسلم سواعدك يا رجاله. الواحد كان خلاص ما عندوش امل ان ربنا يرزق ديسكورس بعيل. ايوه يا عم ايوب، ده قعدوا كتير قوي. عارف ليه؟ لان ايمانهم ثابت في الارض زي الزرع ومتين، عشان كده ربنا سمع لصلاتهم. السمات خلصت يا حنانيا. يعني نبدا جرايه يعني؟ يلا حنانيا اتكل على الله لحسن انا شايف ان الشمس هتسقط هناك ونلحق نخلص قبل الغروب. حاضر يا ابوي. يلا يلا يلا. شوفوا الغنى بتاع ديسكورس ومرته وفوميه كان قد ايه، لكن كان كل اللي عنديهم ما قدرش يديهم حته عيل. ما هو الضنا غالي. النهارده بعد ما نخلص شغل كلنا هنعدي كلنا على عم ديسكورس علشان نقبض. فصحيح فكرتني، لحسن الراجل قال لي امبارح ان انا اعلم كل الرجاله اللي في غطانه وفي كرومه ونعدي عليه. يلا يا رجاله اتكلوا على الله. يلا يا رجاله. يا ابراهيم هات لنا العشاء. وكان القداس النهارده في الكنيسه يا وفميه. اقول لك ايه على سيدنا. يا بختك. خبر ايه؟ قوم يا وفميه شوف كلوب ماله هيعيط. حاضر. يا رب سلم. يا ابو كلوب افتح يا ابراهيم الباب. يا ابو كلوب. ايوه يا ابراهيم افتح. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا رجاله. مساء الخير يا اخوي. ازيك يا عم ديسكورس؟ يا ابو ازيك يا عم ديسكورس؟ يا ابو كلوب. جيتوا في وقتهم. تعيش. اقعدوا كلوا معاي. ربنا يزيده ويبارك يا اخوي. يخليك. ربنا يزيده ويبارك يا اخوي. خبركم يا رجاله الخير كتير وده من خيركم. تعيش يا اخوي. لازم تاكلوا معاي. تعيش يا اخوي. تعيش يا اخوي. تعيش يا اخوي. باسم الصليب. عملتوا ايه النهارده يا صليب في الحوض الشرقي؟ يا ترى رويتوه؟ رويناه وخلصناه ورمينا السمات كمان. هم الرجاله خلصوا زنة الموالح ولا لسه؟ لسه شويه عليهم. ربنا يقويهم. ايه وفمية؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير يا ست فومية. الله امال ازيك لوج ولدك؟ طمنيني. بخير بس نام. كلوب كلوب اصحى يا ولدي الوقت اتأخر. كلوب يلا امال يلا عشان تلحق المعلم داوود. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته. صباح الخير يا معلم داوود. صباح الخير يا كلوج يا ولدي. حلو أوي المزمور اللي كنت بتقوله يا معلم داوود، ما تحفظهوني. هحفظك كل حاجة يا كلوج يا ولدي. هحفظك الإنجيل والمزامير والتسبحة كمان. قول ورايا يا كلوج يا ولدي. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. وفي طريق الخطاة لم يقف. وفي طريق الخطاة لم يقف. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن في ناموس الرب مسرته. لكن في ناموس الرب مسرته. وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. تمام يا ولدي. فيكون كشجرة مغروسة. عند مجاري المياه. التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. ولما قام من المجمع دخل إلى بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وامطار الحمى،
فتركتها وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كانوا عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله، والمجد لله دائما. ودلوقتي سلام يا سيدنا، تعيش وتصلي ويبارك لنا فيك. تعيش يا أولادي. ازيك يا عم ديسكورس؟ بخير الحمد لله يا سيدنا. ها يا عم كلوج، مش يلا بينا بقى نروح على البيت؟ سيبولي كلوج وروحوا انتم، انا عاوزه. خير يا سيد، في حاجة؟ لا يا ولدي مفيش حاجة. طيب يا سيدنا، خلي بالك من نفسك وانت راجع يا كلوج. انا يا ست فهمية هستنى معاه وارجع البيت. ايه خبرك ايه يا صليب؟ انت مش النهارده عندك شغل في الغيط؟ احنا نروح نخلص الشغل وهو يرجع مع كلوج. خلاص يا عم حنانيا، وضبطوها مع بعض. يلا بينا يا ام كلوج. يلا بينا يا سلام يا سيدنا. يلا بينا يا سلام. يا دي الايام جريت بسرعه يا ام كلوج. يا شفت ابننا كلوج وهو واقف يقرا الانجيل النهارده؟ اسم الصليب عليه شيء يفرح. ايوه، كانت نعمه ربنا ملياه. ربنا عوض صبرنا خير في ولدنا كلوج. اما قوم اشوف الفطور جاهز ولا لسه؟ صباح الخير يا حن. كلوج يا ولدي. خير يا عم سليم. شايف الدار هناك يا ولدي، هتعرف توصل ولا اجي اوصلك؟ لا خليك انت، ربنا يوصلني لحد البيت. طب يا ولدي روح يا ولدي وانا هبص عليك لحد ما توصل. لا روح انت شوف شغلك، ده ربنا قال عين عليك من اول السنه لاخرها. ربنا يباركك يا ولدي. يلا يا ولدي اتكل على الله. في ايه يا جماعه؟ التعبان جرس الراجل ده. طب وسعه. اعطينا السلطان ان ندوس على الحياه والعجارب وكل قوه العدو، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين. الحمد لله الحمد لله. باسم الصليب باسم الصليب. مبارك لآتي باسم الرب، مبارك لآتي باسم الرب. يا رب ساعدني أن أمشي حسب تعليمك ووصاياك. احميني يا رب من المجد الباطل وشهوات العالم، لأنك عارف بضعفي. احميني يا رب من حيل إبليس علشان يكون لي ميراث في الملكوت الأبدي. اسمعنا وارحمنا يا أبانا الذي في السماوات. إن شوية صليب ايه حاجاوي كده يبقى الواحد خلص حوالي كام يا صليب؟ هي 14 قفل. انزل بيهم السوق واتسوق. عامل ايه يا صليب يا اخويا في شغلك؟ نشكر ربنا يا مريم يا اختي، نشكر ربنا. اديني خلصت جفه مليحه قوي. بس يا بنت يا مريم لو ربنا يرزقنا بحته عيل كده وربيه زي ما رب عم ديسكورس كلوج ولدي ويساعدني في الشغل. ربنا كبير يا صليب ورحمته واسعه يا اخويا. تعيش يا اختي تعيش. مريم في حاجه يا اخويا؟ في زعلت ولا ايه يا اختي؟ صدقيني ما كانش قصدي ازعلك، بس وانا هوصل كلوج للكنيسه النهارده حسيت زي ما يكون انني محروم يا اختي. انا مش زعلانه يا صليب، صدقني انا زيك. نفسي ربنا يرزقنا بحته عيل
مهما قلت لك يا صليب وتتصورش قد ايه قلبي بيتقطع كل ما بشوف امي ماسكه ابنها في يدها. ياه، مهما قلت لك يا اخويا مش هقدر اقول اللي جواي ولا احساسي بالحرمان. الحلم اللي بتحلم وهي بنت وهي في بيت ابوها وهي ماسكه عروستها في يدها وبتحضنها وكانها ضناها. بكفاك بقى عاد، بكفاك. كل ده شايلها في قلبك يا اختي وساكته. صدق يا بيه، ربنا هيرزقنا ويحلها، ربنا هيرزقها ويحل. وقومي عاد، قومي بكفاك عياط. قومي خشي نامي شوي وانا جاهز لك العشاء. قومي يلا خشي. خبر ايه يا راجل؟ احنا مش لسه متعشيين وشاربين شاي؟ صح. الواحد هينسى كتير يا مريم. يلا يا بيه، يلا. Hittinni beresveien titis otokos esoab Maria Soisari emot nanim biko evolentinen novi Teno hoshtim moko becheristos nembigioten agasos Nembeb nev masueb jak iyak soti emot. تمام يا ولدي، كده تبقى انت يا كلوك خلصت الهوس الاول باللبش بتاعه. يعني ايه لبش يا معلم؟ اللبش يا ولدي يعني التفسير. هما لسه نايمين ولا ايه؟ هيفتح اهو. فاتح. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا عم ابراهيم. صباح الخير يا عم صليب. اتفضل يا عم صبرة. ايه انتوا لسه نايمين ولا ايه؟ لا يا عم صبرة، ما انت عارف اننا بنصحى من بدري، بس خلاص الواحد بقت صحته على قده. بقول لك ايه يا عم ابراهيم، هو بقلوج هنا ولا فين؟ هتلاقيه ورا عند الزريبة. يلا بينا. سلام يا عم ابراهيم. يلا بينا. هم شوية يا ابو صبري يا اخوي. انا بمد اهو يا عم صليب. صباح الخير يا بقلوج يا اخوي. اهلا. صباح الخير يا صليب. صباح الخير يا صبرة، ازيك وازاي عيالك؟ بيبوسوا ايديك يا ابو كلوج، ربنا يخليك لينا. تعيش يا صبرة. بقول لك ايه يا بقلوج يا اخوي. خير يا صليب. السماد حدانا خلص، كنا عايزين ناخد شويه اسماد الارض. ودي عايزه سؤال يا صليب يا اخويا. ادخلوا خدوا اللي انتوا عايزينه من الدار، وانا دلوقتي هروح استنى ايوب لانه هيعدي عليا النهارده. عن اذنكم بقى. اتفضل يا بكلوج يا اخويا. سلام. اتفضل يا بكلوج. هم شويه يا صبر. هم. حاضر اهو. سلام ونعمه وفميه. سلام. الواحد تعب النهارده قوي يا ام كلوج. ما انت اللي تعب روحك، عندك اللي يخدموك وبرضيك عايز تعمل كل حاجه بنفسك. ربنا يدوم عليا العافيه. ما انت عارفه يا وفميه انا ما احبش القعده واصل. امال فين الولا كلوج؟ يا رب يا ام النور، نفسي في حته عيل يا رب، وانا افضل ادعي لك ليل ونهار واشكر واحمد فضلك يا رب. ربنا سمع صلاتك يا عم صليب، اوعى يرزقك بالعيل اللي نفسك فيه. هتقول ايه يا كلوج يا ولدي؟ بقول لك ربنا هيرزقك بالعيل اللي نفسك فيه يا عم صليب. معقول يا ولدي الكلام ده بعد السن ده كله يا ولدي؟ وبعدين انت عرفت منين يا ولدي ان ربنا هيرزقني بالعيل ده؟ طوبى لمن امن ولم يرى. صحيح، هو عرف منين؟ مش يمكن يا صليب يمكن يضحك عليا؟ طيب هروح اقول لمريم ولا لا؟ لا، استنى اما اشوف الحكايه صح ولا غلط. يلا يا عم ابو سمعان، روح قول لمريم خليها تفرح هي كمان. معقول؟ ربنا هيرزقني بالعيل. قول لي يا كلوج يا ولدي. خير يابا. خير يا ابني. يا ترى عامل ايه مع المعلم داوود؟ الحمد لله يابا، النهارده خلصت الهوس الاول من التسبيحه. جميل، ربنا يبارك فيك يا ولدي. لكن برضيك انا ليا عندك طلب. زي يا ولدي ما بتهتم بحياتك الابديه،
أنا عاوزك كمان تهتم بحياتك على الأرض. أنا مش فاهم قصدك إيه يابا. يا ولدي الدنيا ما فيها شيء مضمون، وأنا يا ولدي عشت لك النهارده، مش عايش لك على طول. ربنا يديك طول العمر يابا. ما قلناش حاجة يا ابني، لكن يا كلود أنا عايزك يا ولدي تهتم بفلوس أبوك. دي مش فلوس أبوك يا ابني، دي فلوسك أنت اللي هسيبها لك من بعدي أنا وأمك. يابا أنت عارف إن أنا عمري ما بصيت لفلوس. يا ولد أنا عارف، بس يا ولدي الفلوس دي بتاعت أبوك، هو اللي ربنا بعتها لك رزق ليك أنت. وأنا مش طالب يا ولدي أكتر من إنك تخلي بالك من الفلوس ديت، لأن الفلوس دي يا ولدي هي الوزنة اللي ربنا هيحاسبك عليها. ما تخافش يابا، أنا أعرف إزاي أقدر أحافظ على الوزنة بتاعت ربي. طمنت قلبي يا ولدي، ربنا معاك يا كلوب يا ابني. مالك يا ابو كلود؟ مفيش يا عم ابراهيم. لا، في حاجة، وحاجة كبيرة كمان. انا عمري ما شفتك شايل الهم بالشكل ده. كلود هو اللي شاغل بالي يا ابراهيم. كلود؟ هو في حد زي كلود في البلد دي؟ ازاي بس يشيلك الهم؟ لازم في حد قال لك عنه شي بالباطل. لا لا يا عم ابراهيم، الحكايه مش كده. امال ايه يا ابو كلود؟ الحكايه وما فيها. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. هي دي الحكاية يا عم إبراهيم، وده كان رد ابننا كلوج لما كلمته في حكاية الميراث. أمال بس يا ربي لو كنت كلمته في الجواز كان عمل إيه؟ كلوج ما يتخافش عليه، عشان هو اللي باصص على الميراث الأبدي. ما قلناش حاجة يا عم إبراهيم، إنما أنت عارف كل حاجة. الفلوس والخير ده كله هسيبه لمين؟ ده كلوج هو ولدي الوحيد اللي خرجت بيه من دنيتي. شوف مين على الباب يا عم ابراهيم. حاضر يا ابو كلوج. مساء الخير يا عم ابراهيم. نور، اتفضل. حط يا واد الفاكهه دي جوه. مساء الخير يا ابو كلوج. اهلا يا ايوب، اقعد. يا ترى جمعتوا الفاكهه كلها النهارده؟ كلتها وعالي العال. طب اسمع يا ايوب. ايوه يا ابو كلوج. انا عايزك تنقض الفاكهه ديت وتنجي احسن حاجه وتدور على بيت في البلد تراضي الكل. احسن فاكهه يا ايوب تديها للناس. ايوه يا ابو كلوج، بس ايه؟ يعني احسن حاجه هي اللي نوزعها. احسن فاكهه يا ايوب تديها للناس. ده انا مملكش غير في حياتي كلها غير حب الناس. ايه اللي بتاكله ده يا كلود يا ولدي؟ والاكل اللي انا جهزته لك ده ايه؟ ده زي ده كلها نعم ربنا يا عم ابراهيم. يا ولدي لازم تغذي نفسك، انت في سن الشباب، يعني بتبني جسمك. يا عم ابراهيم، ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. احنا محتاجين ان احنا نغذي ارواحنا ونهتم بانواع الغذاء
اللي بنغذيها بيه، بدل ما ندور على غذاء الجسد اللي في يوم من الأيام هيفنى. لكن الروح هي اللي هتبقى علشان تقابل اللي خالقها. ربنا يباركك يا ولدي. تعيش يا عم ايوب، ربنا يبارك لك فيك يا عم حنان، الله يخليك. تعيش يا معلم، ربنا يبارك لك يا معلم. انت معانا. اقعد يا مريم، اقعد ريح ريح يا مريم ريح. تعيش يا رجال، العشاء جاهز. تعيش يا رجال. مالك يا ابراهيم يا اخوي؟ تعبان ولا ايه؟ الست ام كلود مالها؟ مرضت تاني ولا ايه يا اخوي؟ لا، تعيش انت. ماتت؟ ماتت. الاتنين ورا بعض كده؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ربنا يعزيك يا ولد يا كلوب، لا اب ولا ام. انا ما رضيتش اقول له هو، قلت اقول لك انت وانت اللي تقول له. خير ما عملت يا اخوي، ربنا يقدرني واقول له. مالك يا عم صليب؟ شد حيلك يا ولدي. في ايه يا عم صليب؟ امك تعيش انت يا ولدي. عمري ما انسى الامان اللي زمان حسيته منك، عمري ما انسى الحنان اللي زمان شربته منك. انسى ايه وانتي يا امي ما تتنسيش، انسى ايه وبعدك حياتي ازاي هعيش. انسى ايه وانتي يا امي ما تتنسيش، انسى ايه وبعدك حياتي ازاي هعيش. لما شمس الفرح تغرق جوا دوامة قدر هحضن الاحزان واهرب من الملامح والصور. ايه يا كلوك يا ولدي، سرحان؟ لا ابدا يا سيد. انتوا ماشيين ولا ايه؟ ما لسه بدري يا جماعه. لا يا ولدي، تلاقيك تعبان عشان تستريح شويه. بقول لك ايه يا صبري؟ ايوه حنان. تفتكر كلوج هيعمل ايه في موضوع الميراث الكبير اللي سابه له ابوه وامه؟ انت عاوز تطمن على كلوج يا حنانيا وعلى الجواب اللي انت عارفه وكل اهل البلد عارفينه؟ لا، انا خايف عليه من عدو الخير لا يحاربه في موضوع الميراث ده. كلوج ما تخافش عليه يا حنانيا، اهم حاجه كلنا نصلي له ان ربنا يحافظ عليه من عدو الخير. ربنا معاك يا كلوج يا ولدي. كل الأراضي والفلوس اللي سابها أبوك دي هتسيبها انت لمين بعد كده؟ مش المفروض تتجوز علشان تجيب ولد يشيل اسمك وياخد كل الميراث ده؟ بلاش تتجوز، اتمتع بالفلوس. انت في ايدك تكون اغنى واحد في البلد، لا ده في العالم كله.
كل الناس هتعظم وتكون أعظم واحد بفلوسك. اوعى تغلط غلطة أبوك، كان مضيع فلوسه على ناس ما تستاهلش حتى إن الواحد ياخد باله من وجودهم. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، ساعد عبدك يا رب على شهوات نفسه، ما تخليش عدو الخير يزين لي الشر. قويني يا رب عليه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعجارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. الهم يا رجال، شد حيلك يا بولس يا نعمة، خف يدك يا نعمة شوية من على القمح. ها الهم يا رجال، الهم. ازيك يا كلوج يا ولدي؟ ازيك يا عم صليب؟ كنت عايز اتكلم معاك شوية. تعال نقعد يا ولدي ونتحدث. اقعد يا ولدي. خير يا ولدي؟ اسمع يا عم ابو سمعان، انت الوحيد اللي كنت اقرب واحد لابويا الله يرحمه. الله يرحمه يا ولدي. وكان بيعاملك في مقام اخوه. كنا اكتر من الاخوات يا ولدي، ما كناش اخواته بس. علشان كده انا جيت لك يا عم ابو سمعان، انت الوحيد اللي تعرف الناس الغلابه اللي في البلد، اللي كان ابويا الله يرحمه بيساعدهم، وتعرف بيساعدهم بجد ايه كمان. ايوه يا ولدي، بس ما بسش يا عم صليب، انا عايز اكمل اللي كان ابويا الله يرحمه بيعمل. الولايم الكبيره اللي كان بيعملها في العيد لاخوه الرب هتتعمل زي ما هي، وكسوه العيد اللي كان بيجيبها لهم توصل لهم لحد عنديهم، والفلوس اللي كانوا بياخدوها توصل لهم بردك لحد عنديهم. ربنا يبارك لك يا ولدي، ربنا يبارك لك. صحيح يا ولدي، محدش يقدر يخدم سيديه، يا اما المال يا اما الله. واللي خلف يا ولدي ما ماتش. ان الاوان يا ولدي الزرعه اللي زرعها ابوك انها تطرح وتضلل على اللي حواليها يا ولدي. ربنا يبارك لك يا ولدي. اديني حاجه اكل بيها، اديني حاجه. قدوس هو اسمك يا الله. ايه رايك يا معلم داوود لو نقول لسيدنا ارسم لنا قسيس؟ نقول له يرسم لنا قسيس؟ طب ما سيدنا يجي يصلي بنفسه. بس سيدنا كبر في السن خلاص، وصحته ما عادتش تسمح انه يجي البلد لحد هنا. ربنا يديله الصحة يا ايوب ويقويها علينا وعلى الخدمة. طب مين اللي هنقول لسيدنا عليه علشان يرسمه لنا قسيس؟ دي بقى نسيبها لسيدنا يا عم صبر. وانتوا شاغلين نفسكم بالموضوع ده ليه؟ انا لما اشوف سيدنا هبقى اقول له. وليه ما نشغلش نفسنا بالموضوع ده؟ الله، امال مين اللي هيخدمنا في الكنيسة اماله في اهل البلد؟ بقول لكم ايه رايكم لو نقوم كلنا دلوقتي ونروح نكلم سيدنا في الموضوع ده؟ انا معاك في الراي، يلا بينا يا رجاله. يلا بينا يلا بينا يا رجاله. اهو سيدنا يا جماعه، نقابل يا سيدنا. سلام يا سيدنا. جنابتك سيدنا. ازيك يا سيدنا وازي صحتك؟ اهلا اهلا يا رجال. اتفضل سيدنا، اتفضل نفتك سيدنا. احنا سيدنا جايين النهارده عشان نتكلم مع نيافتك في موضوع مهم. خير يا رجال. احنا بس يا سيدنا مش عاوزين نيافتك تفهمنا غلط. وانا لسه عرفت حاجه عشان افهم صح ولا غلط. انا هحكي لك يا سيدنا الموضوع كله بالظبط. تصبح على خير. وانتم اهل الخير يا رجاله. انت مش شايف ان كلوك صغير على الخدمه دي؟ متهيألي ان سيدنا عارف سن كلوج كويس، وهو عارف الخدمه اللي هيديها له،
بس في اللي ليه الخبره اللي يقدر على خدمه زي دي. يا عم صبرا، سيدنا متهيألي على ما اظن كده انه عارف سن كلوجو كويس، وبعدين لو كان لاقى حد مناسب غيره كان اختاره. وبعدين ده مش اختيار سيدنا يا عم صبرا، ده اختيار السما على لسان سيدنا. طب وليه سيدنا ما خلاش عم داوود يبلغه؟ قصدك المعلم داوود؟ ايوه. كان ليه رأي مناسب غير كده. تصبح على خير يا عم صبرا. وانت من اهل الخير يا عم صليب. الحمد لله على السلامة يا كلوج يا ولدي. الله يسلمك يا عم ابراهيم. ايه يا ولدي؟ مش هتاكل ولا ايه؟ لا طبعا يا عم ابراهيم هاكل، بس هطلع اغير هدومي الاول. قوم انت نام، انت تعبان طول النهار، وكمان بتقعد تستناني لحد ما ارجع من بره. من يوم ابوك وامك الله يرحمهم وانا ما بيجيليش نوم الا لما ترجع واطمن عليك. ايه يا عم ابراهيم؟ هو انا لسه صغير ولا ايه؟ لا يا ولدي، انت كبير وكبير قوي كمان، بس انت امانة في رقبتي ولازم اطمن عليك. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، احميني يا رب من شيطان العظم. قدس نفسي باسمك يا رب. اديني الكلمة والفهم علشان امشي في طريقك. اديني الغنى الروحي من عندك يا رب. هو اتأخر كده ليه؟ اما اقوم اطلع له اشوف ايه الحكاية. وابعد عني غنى الدنيا، لأنك مبارك من الآن وإلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. عملتوا ايه يا ابو سمعان مع سيدنا؟ عارفه يا مريم يا اختي سيدنا اختار مين ويرسموا على الكنيسه يخدم الناس؟ ايوه كلوج. ومين اللي قال لك الكلام ده؟ امبارح رجالة البلد راحوا لسيدنا وهو قال لهم انه هيرسم كلوج، ويوم السبت الجاي في العشية هتكون دي عشية الرسامة. طيب خد انت الشوال ده الفول اللي بعته لكم كلوج. ربنا يزيده، ربنا يزيده. كلوج يا سي كلوج، تعالى يا ولدي. في حاجة يا عم إبراهيم؟ عرفت، أهل البلد عايزين سيدنا يرسم لهم قسيس في البلد. طب ودي فيها إيه يا عم إبراهيم؟ وعارف سيدنا اختار مين عشان يرسموا قسيس؟ مين يا عم إبراهيم؟ أنت يا كلوج يا ولدي. أنا يا عم إبراهيم؟ أيوة يا ولدي، ويوم السبت اللي جاي هتكون عشية الرسامة. بالسرعة دي من غير ما حتى ياخدوا رأيي؟ وهي الخدمة حد بياخد رأي حد فيها يا ولدي؟ أيوة يا عم إبراهيم، بس إيه يا ولدي؟ ولا حاجة، لما أرجع نبقى نكمل كلامنا يا عم إبراهيم. يا ترى هتقدر تشيل المسؤولية دي مسؤولية كبيرة قوي، وأنا لوحدي ضعيف ما أقدرش عليها. وبعدين إزاي هقدر أشيل خطايا الناس وأنا مش قادر أشيل خطاياي؟ أنا ما بقتش عارف أعمل إيه. الحل الوحيد إن أهرب وأسيب البلد، علشان يوم ما اتحاسب هيكون حسابي كبير قوي. هو ده الحل الوحيد، إن أهرب. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. الله يسلمك يا عم إبراهيم. مالك حزين كده ليه يا ولدي؟ يا عم إبراهيم، أنا عارف إن أنا مش قد المسؤولية الكبيرة دي. ارمي حملك على ربنا وهو قادر يشيل حمولنا. بس أنا لقيت الحل خلاص يا عم إبراهيم. وإيه هو يا ولدي؟ يعني هسيب البلد وامشي. اللي بتقوله ده يا ولدي تهرب من خدمة ربنا؟
انا ههرب علشان يوم ما اتحاسب عن الامانة دي مش هعرف اهرب وقتها. واخبار سمعان ولدك ايه؟ نشكر ربنا يا معلم. عايز لما يكبر شويه كده ويشد حيله هتجيبه تحفظ الالحان في الكنيسه. يعلم الله لعلمه التسبحه والكتاب المقدس كله. تعيش تعيش يا معلم تعيش. ما تقعد اقعد يا عم ابراهيم اشرب معاك كوبايه شاي. مفيش وقت، تعالوا معاي الحاجوا كلوتش. خير في يا عم ابراهيم؟ كلوتش عايز يهرب ويسيب البلد. ويهرب ليه يا عم ابراهيم؟ لما عرف ان سيدنا هيرسم مجسس في البلد رفض وعايز يهرب. ومين اللي قال له الموضوع؟ انا اللي قلت له. الله، قلت له كيف؟ بقول لك يا معلم داود روح بلغ سيدنا يحصلنا واحنا هنروح للمهمه. يلا بينا يلا يا رجاله يلا بينا يا رجاله. شفت عم ابراهيم كلوج عمل ايه؟ خد هدمته ومشي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ما خبرش يا عم ابراهيم. في ايه؟ كلوج يا سيدنا خد هدمته ومشى. بقاله قد ايه؟ ما بقالوش كتير. يعني لسه موجود في البلد؟ يا سيدنا نلم رجالة البلد ونروح ندور عليه يا سيدنا دلوقتي. يلا تعالوا ندور عليه. يلا يا سيدنا. اتفضل يا سيدنا. ليه يا ابني يا كلوج يا ولدي؟ ليه يا ولدي؟ تهرب من ربنا يا ولدي من خدمته؟ ليه كده يا ولدي؟ تعال معايا يلا. يلا عشان ترجع لأهلك ودارك وناسك وخدمتك يا ولدي. تعال.
بتعمل ايه يا خرستيه؟ أني بعمل شوية هدوم لإخوة الرب. إيه ده؟ وأنت واخد هدومك ورايح على فين؟ رايح بلد جنبيني اسمها الفنت. ودي بعيدة دي؟ تبعد نص يوم تقريبا. طب ورايح ليه؟ انت عارف ابونا كلوك؟ هو في حد ما يعرفهوش؟ ده بركة كبيرة ومعجزاته على كل لسان. أنا بقى رايح أزور أبونا كلوك علشان أتعلم من فضايله. دي بركة كبيرة قوي يا يوليوس يا أخوي. أنا كان نفسي أجي معاك بس لازم أخلص الهدوم دي. أنا حاول أقنعه إن يجي معايا بلدنا أقفاص علشان يباركه ويبارك ناسه. تروح وترجع بالسلامة يا أخوي. الله يسلمك يا خرستي. مالك يا عم ابراهيم قاعد كده بره؟ في حاجه؟ الناس بتقول يا ابونا ان في واحد اسمه يوليوس جاي من بلد جنبنا هنا اسمها اقفاص. ايه القديس يوليوس الاقفاصي ده؟ بركه كبيره قوي. خش انت استريح، انا هروح استقبله. تشكر يا ولدي. انتم زيارتكم لينا النهارده بركه كبيره قوي للفنت كلها. احنا جينا ابونا لغايه هنا عشان ناخد بركه من قدسك. ربنا يا احبائي بيسمح بالتجربه علشان يعرف قد ايه احنا بنحبه، ويعرف كمان قد ايه هنقدر نستحمل التجربه ديت على اسمه القدوس. ربنا يا احبائي عمره ما كان بيحب الشر لآدم، لكنه سمح لعدو الخير انه يجربه علشان يقيس مدى حب آدم لله. مين فينا يا أحبائي ما بيغسلش الخضار قبل ما ياكله، مع ان احنا اللي زارعينه، لكن لازم يغسله بالمية كتير وينظف قبل ما ياكله. كذلك أرواحنا وأجسادنا لازم نطهرها من خطاياها قبل ما تقابل رب المجد علشان تكون قد المقابلة. قد ايه الوعظة كانت جميلة النهاردة يا ابونا. أنا ما عملتش حاجة من عندي، ده احنا مجرد أداة بيستخدمها الرب المجد اسمه. قال لي قول لي، أنا عرفت إنك بتكتب سر الشهداء والقديسين. ايوه يا ابونا، عشان كل الأجيال اللي تيجي بعدين تعرف قد ايه الشهداء تحملوا وتعذبوا علشاننا كتير قوي عشان يوصلوا لنا الإيمان. أنا كنت عايز أسأل سؤال يا ابونا. اتفضل يا ابني. ربنا يا ابونا أكيد كان عارف إن آدم هيقع في الخطية، ليه سمح بالتجربة؟ وآدم برضه كان عارف إنه ما ياكلش من الشجرة دي، ده ربنا قال له. يعني ربنا سمح له بالامتحان واداله الحل. يعني رحمة ربنا كانت كبيرة جو معاه. ده كمان ربنا قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. وبرضه ربنا ما رضيش بالحكم ده على آدم، نزل بنفسه وتعذب وتألم علشاني ونفذ الحكم بنفسه. شفتوا رحمة ربنا كانت كبيرة جو على آدم قد ايه؟ احنا مش عارفين ازاي نشكرك يا ابونا على استضافتك لينا ده. انت ليه بتقول كده؟ علشان احنا خلاص نوينا من الصبح بدري ان شاء الله. على طول كده؟ ما انتوا قاعدين معانا يومين، ده احنا حتى ما لحقناش ناخد بركتكم. ده احنا يا ابونا اللي خدنا من قدسك البركة. انا نفسي اطلب منك طلب يا ابونا. اتفضل اطلب. احنا بعد ما قعدنا معاك وشفنا وتعلمنا منك كتير قوي،
نفسنا تيجي معانا بلدنا أقفاصي علشان أهل البلد يتباركوا بيك كلتهم ويتعلموا من فضايلك. وده معقول برضه يتعلموا مناني وهم عندهم البركة الكبيرة دي؟ محدش هيقدر يديهم البركة اللي قدسك هتديها لهم. من هنا للصبح يكون ربنا أرشدنا للخير. قوموا انتوا استريحوا علشان عندكم سفر طويل بكرة. وقدسك مش هتستريح يا ابونا، ما انت برضه وراك سفر مش كده؟ لا طبعا هستريح، بس مستني سمعان. مالك يا ابونا سرحان في ايه؟ ابدا يا عم ابراهيم، اصل ضيوفنا عايزين نسافر معاهم بلدهم اقفاص. طب وماله يا ابونا؟ سافر وربنا يحافظ عليك ويرجعك بالسلامة. ولا انت مش عايز تسافر يا ابونا؟ دي خدمة يا ابونا. لا يا عم ابراهيم، الحكاية مش كده. انت مش سامع اللي بيحصل؟ اوعاك تكون خايف يا ابونا من العذابات والاضطهاد. ابدا يا عم ابراهيم، بس انا حاسس ان اهل بلدنا محتاجيني جنبيهم. اذا كان اهل بلدنا محتاجين لك يا ابونا فالناس كلها محتاجة لك. قوم يا ابونا استريح شوية عشان السفر. حاضر يا عم ابراهيم، بس انا مستني سمعان. اهو تلاقيه هو. افتح له يا عم ابراهيم. مساء الخير يا عم ابراهيم. اتفضل. اهلا اهلا يا سمعان يا ولد. ازيك يا ابونا كلود؟ اتفضل اتفضل اقعد. ازاي يا قدسك؟ ازيك وازاي الست والدتك؟ يا ابونا من يوم ابويا ما ربنا افتكره وهي على طول زعلانه، اكلها قليل وشربها قليل. ربنا يصبرها يا سمعان يا ولدي. اسمع يا ولدي، انا بكره ان شاء الله مسافر لحد بلد جنبينا هنا اسمها اقفاص. عايزك تخلي بالك من الست والدتك واوعى تزعلها يا سمعان يا ولدي. مسافر؟ طب ما تاخدني معاك يا ابونا كلود. يا سمعان يا ولدي، مين اللي هياخد باله من الست والدتك؟ انت دلوقتي راجل البيت. حاضر حاضر يا ابونا. يلا يلا بقى عشان ناخد درس الكتاب المقدس. طب انا بقول بلاش النهارده يا قدس ابونا، قدسك مسافر بكره فالمفروض تستريح شويه. مفيش حاجه اهم من كلمه ربنا يا سمعان يا ولدي، هي دي اللي بتدينا الراحه. يلا يلا ابتدي اقرا لحد ما خلصت. حاضر يا ابونا. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وسط بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وسط بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. وحق الآلهة لحشرب من دمهم واحد واحد. أنا الوالي إيريانوس كل المسيحيين وهيدوقوا مني العذاب أشكال والوان لحد ما ينكروا مسيحهم. دي أختي أوخارستية. ازيك يا أخت أوخارستية؟ ازيك يا ابونا كلوج؟ دي أختي الوحيدة، هي اللي عايشة معايا هنا بس في البيت. ربنا يعوض تعبك يا أخت أوخارستية. أوخارستية أوخارستية. أيوة يا ست مرسى، في حاجة؟ بقولك الناس مالها كانت واقفة كتير كده ليه عند بيتكم؟ كانوا عاملين زحمة كبيرة قوي. أصل أبونا كلوج بتاع الفن جه مع أخويا يوليوس. أيوة أنا سمعت عنه وعن معجزاته، ده بيقولوا بيعمل معجزات حلوة قوي. وإيه المية اللي في إيديك دي؟ دي مية أنا غسلت بيها رجل أبونا. طب هاتي المية دي، هاتيها، أنا عايزاها هشرب منها. هتشربي من المية اللي أبونا غسل بيها رجله؟ أيوة أنا هشرب منها عشان أخف.
يا ابونا، عارف يا اخويا الست اللي اسمها مرسى اللي كانت مليانه دمامل؟ ايوه عارفها، مالها؟ اول ما شربت من الميه اللي غسلت بيها رجل ابونا طابت على طول. ها؟ اذهبي يا امرأة، إيمانك قد شفاك. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابونا كلوك. ليه بس يا اخي يوليوس؟ ليه بس؟ من ساعة ما خطيت البلد والبركة حلت فيه، ده غير المعجزات اللي انت عملتها. ما تقولش كده يا اخي يوليوس، دي بركة ربنا الكبيرة. ايوه. مالك يا اخي يوليوس؟ انت ما سمعتش عن اخبار اريانوس واضطهاده للمسيحيين؟ سمعت يا اخي يوليوس على اللي بيحصل في البلاد اللي جنبينا، وده طبعا اللي بعته الامبراطور الظالم ديكليديانوس. ده بيحرق الناس احياء، بيقطع رجبيهم ويجلدهم، وذنبهم انهم بيعبدوا الله ومش راضيين يسجدوا للاوثان بتاعتهم. اسمع يا اخي يوليوس، انا لازم ارجع بلدنا، زمان اهلها محتاجيني جنبيهم دلوقتي. أنا ما أقدرش أمنعك عن خدمتك يا أبونا كلوك. ربنا يقويك في جهادك يا أخي يوليوس. اذكرنا في صلواتك يا أبونا كلوك. جه الوقت يا أحبائي اللي تتحملوا فيه الآلام والعذابات على اسم الرب. جالكم عدو الخير لحد عنديكم علشان يهددكم بالموت، لكن احنا عشان عندنا إيمان بالحياة الأبدية لازم نفرح بالتجربة الكبيرة دي. لازم نفرح بأكاليل الشهادة اللي جاية لحد عندينا. هي دي الطهارة اللي هتطهر نفوسنا قبل ما نقابل رب المجد. ايه البلد اللي احنا داخلينها دي؟ للفنت يا مولاي. طيب خلي الجنود يعملوا المعسكر هنا، وهاتوا الفرقة الأولى وتعالوا معايا. أمر مولاي. يا عم إبراهيم، عم إبراهيم. أيوة يا أبونا. خلي الحاجات دي هنا في البيت. إيه ده يا أبونا؟ دي أواني المسبح، قلت أخبيها علشان الرومان اللي جايين. عايزكم تجيبوا أهل البلد دي كلهم هنا قدامي. أمر الوالي إريانوس. كل المسيحيين لازم يسجدوا للآلهة، واللي هيخالف هيكون عبرة. أنا نصراني ومدينتي هي أورشليم السمائية، ومش ممكن حد فينا هيسجد لحجر. أنا قلت كل المسيحيين لازم يسجدوا للآلهة. رايح فين يا سمعان؟ سيبيني أنا خايف. يا سمعان ده أنا مراتك، مش ممكن أكون اتجوزت واحد جبان. بقول لك سيبيني. ارجع يا سمعان. أنا نصراني، أنا مسيحي، أنا نصراني ومش خايف من العذاب والآلام. أنا مش خايف، أنا مش جهزوا أتون النار وحموه على قد ما تقدروا، وارموا فيه القسيس ده علشان يكون عبرة لغيره.
السلام لك يا حبيبي كلوب، تقوى ولا تخف. لا، ده اكيد ساحر. هاتوه هنا. حطوا الحجر ده عليه. أنا كملت كل اللي قلته عنك. امشي امشي يا ابليس، واوعى تعاند عبيد الله. ارحم نفسك، ارحم نفسك واسجد للآلهة. ارحم نفسك، ارحم نفسك من العذاب اللي هتشوفه أشكال وألوان ومش هتقدر تتحمل. ارحم نفسك، اسجد للآلهة، اسجد للآلهة. الرب هيجويني لأنه قال: من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أيضا أمام أبي الذي في السماوات. طيب، خدوه، اضربوه واجلدوه واضربوه بالمطارق. أما الباقي دول قطعوا رقابيهم واحد واحد. يلا. يسوع المسيح، اقبلهم يا رب على مذبحك السماوي. اغفر خطاياهم الكثيرة اللي أنا ما أقدرش أغفرها لوحدي لأجل اسمك القدوس. دول ولادك يا رب ويقدموا أرواحهم ليك. اقبلها يا رب، اقبلها على مذبحك السماوي. حطوا كلوك ده في السجن لحد ما اشوف له صرفه معاه. امر مولاي. أهلا، ده ديانا أميرة الأميرات، زوجتي المحبوبة وأجمل أميرة في روما كلها. زوجي الأمير إريانوس، أقوى وأشجع فرسان الإمبراطورية كلها. يا زوجتي الحبيبة. مالك يا زوجي العزيز؟ شكلك في حاجة شغلاك ومضايقاك. يا ترى إيه اللي شاغل بالك كده؟ زوجتي الحبيبة، ده ديانا، أنا ما كنتش متصور إن المسيحية هتنتشر بالسرعة دي، هتنتشر في الصعيد كله بالشكل ده. لا،
دي بقى خطر علينا يا زوجتي الحبيبة. بس انا ما افتكرش ان في حاجة تقدر تقف قدام مولاي. السلام لك يا حبيبي كلوب، تقوى ولا تخف حتى تكمل شهادتك، فأخذك إلى مساكن النياح حيث أكون أنا، أما جسدك فيكون في بلدك الفند، ويكون اسمك في العالم كله. وأقول لك يا حبيبي كلوب، كل من دعاني من أجلك أنا أسمعه، وكل من يسمي ولده باسمك أكون معه. السلام لك يا حبيبي كلوب. ايه استغرب اني سليم؟ رب المجد هو اللي شفاني، ويا ريت قلبك الاسود ده يتفتح بقى للايمان. اخرس اخرس اخرس. وبعدين مش عارف اعمل ايه. لو افرجت عنه وسبته البلد كلها هتعمل زيه وتمشي على تعاليمه، وبر الصعيد كله هيعرف اني انهزمت وانكسرت قدامه. ودقلديانوس لو وصل الخبر لدقلديانوس، لا خدوه واسحلوه وعذبوه وطوفوا بيه شوارع المدينة كلها، علشان الشعب كله يعرف ان محدش يقدر يقف قدام إريانوس ولا إنسانة. ايه رأيك لو خلصتك من الآلام اللي انت فيها دي؟ اللي خلصني من زمان، ودلوقتي انا اللي غير مستحق ان اتألم على اسمه القدوس. وهو عارف انك بتتألم من اجله دلوقتي؟ طبعا، ده هو اللي قال كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يا رب يسوع المسيح، علشان تؤمن بيك كل الجموع دي، اجعل قوتك في عبدك الضعيف، واشفي هذا الأعمى كما شفيت المولود أعمى، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. أنا فتحت، أنا شفيت. أؤمن بإلهك أيها القديس، أؤمن بإلهك أيها القديس. أنا فتحت، أنا شفيت. أؤمن بإلهك أيها القديس، أؤمن بإلهك أيها القديس. يا ترى يا ابونا كلوب ربنا هيقبل توبتي؟ طبعا، ده هو غفر خطايا لسه اليمين علشان بيحبه، وبيحبك انت كمان. انا مسيحي، انا مسيحي، واؤمن بيسوع المسيح، واؤمن بإلهك يا قديس كلوب، واؤمن بإلهك يا قديس كلوب، واؤمن بإلهك.
الأمير مولاي، ابننا مات مات، ابننا مات مات. ابني مات، ابني مات، ابني مات، ابني مات يا يوحنا، ابني مات. يا ريتك تلحق تؤمن يا مولاي انت كمان قبل ما تموت. انت اتجننت؟ انا عقلت يا مولاي وامنت بيسوع نصيري كمان. اخرس اخرس، خدوه اقتلوه، مش عايز اشوفه. ايه اللي بيحصل؟ ابني مات مات. تسمح لي ايها الوالي ان اشوف ابنك؟ تشوف ابني؟ تشوفه ليه؟ وهتعمل ايه لما تشوفه؟ انت مش هتخسر حاجة، ابنك مات، سيبني اشوفه. مش هخسر حاجة، أنا خسرت كل حاجة، أنا خسرت كل حاجة، خسرت كل حاجة. ماشي، خدوه يشوفوا ابني، وبعد ما يشوفوا اقطعوا رقبته على المقصلة. يا الله العظيم والأبدي، زي ما نفخت روحك القدوس فابونا آدم وخلقته من تراب، زي ما أقمت ابن أرملة نعيم من الموت، أقم هذا الصبي ليؤمن هو وجميع أهل بيته، ليتمجد اسمك القدوس. مولاتي الأميرة، مولاتي الأميرة. اؤمن صلي لي يا ابونا ان ربنا يقبل توبتي. ما تخافش يا ولدي، ربنا خلاص قبل توبتك. انا خايف لابويا ما يلحقش يتوب. لا يا ولدي ما تخافش، ابوك هيؤمن وهيكون شهيد عظيم على اسم الرب. الوالي أمر بقتلك. يلا مستني ايه؟ رب المجد مستنيك. كان فيه زمان أسرة مسيحية، راجل تقي ومراته أفقمية. كان فيه زمان أسرة مسيحية، راجل تقي ومراته أفقمية. رفعت إيديها للسما ونادت بدموع عينيها وقلبها بيقول
يا رب نفسي في ولد ويكون على اسمك، يحمل كتابك يخدمك ويسير على رسمك. يا رب نفسي في ولد ويكون على اسمك، يحمل كتابك يخدمك ويسير على رسمك. نفسي في ولد. والرب يسمع والدعاء هيجي، وكلوج يكون ثمرة نداها ليه. والرب يسمع والدعاء هيجيب، وكلوج يكون ثمرة نداها ليه. يكبر ويكبر حلم ابوه وامه، انه يكون للعيلة جيل ورا جيل. لكن قلوب قلبه رفض انه يكون له شريك مع حد غير حب المسيح يمشي له اي طريق. لكن قلوب قلبه رفض انه يكون له شريك مع حد غير حب المسيح يمشي له اي طريق. قلبه رفض. لكن الطريق ما كانش كله ورود، كان فيه طغاة ووالي كان موجود. لكن الطريق ما كانش كله ورود، كان فيه طغاة ووالي كان موجود. أمر قلوب يسجد لأصنامه وينسى ربه وينسى أي وعود. لكن قلوب صار ورفض يسجد لغير البار، ضربوه وجلدوه ويرموه جوا أتون النار. لكن قلوب قلبه رفض يسجد لغير البار، ضربوه وجلدوه ويرموه جوا أتون النار. لكن قلوب صار ورفض يسجد لغير البار، ضربوه وجلدوه ويرموه جوا أتون النار. لكن قلوب قلبه رفض يسجد لغير البار، ضربوه وجلدوه